أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة من البرنامج العربي في المركز الكردي للدراسات، مجددا مع الزميلين شورش درويش الكاتب والباحث السياسي، وسركيس قصارجيان الصحفي والمختص بالشؤون التركية. في هذه الحلقة نخوض في محور رئيسي عنوانه العلاقات الأمريكية مع السلطة المؤقتة في دمشق. عنوان عريض، لكن طبعا يضم عدة محاور، منها الضغوط الممارسة الآن باتجاه تدخل سوري ما في لبنان، وطبعا سيناريوهات عديدة مكتوبة في وسائل التواصل الاجتماعي. تحياتي زملاء. تحياتي. أهلا دكتور. مرحبا زميل، دكتور. تحياتي عزيزي سركيس. زميل شورش، نبدأ معك. يعني في عقوبات مفروضة على سوريا، وترامب اتصل بالرئيس المؤقت انه راح يرفعوا هالعقوبات. طيب، مو على اساس كل العقوبات رفعت على سوريا ولم تبقى اي عقوبات يعني موجودة؟ بس تعطينا فكرة عن العقوبات التي رفعت والعقوبات التي ما زالت موجودة. هلا العقوبات رفعت عن سوريا، يعني قانون قيصر أزيل من المشهد. الأوامر التنفيذية اللي كانت تصدر من رؤساء أمريكيين سابقين أزيلت أيضا، وبالتالي سوريا ليس عليها عقوبات سوى التصنيف، يعني تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. هذا التصنيف إجا سنة 79، يعني لا علاقة للسلطة الحالية فيه. أطلقوا الرئيس جيمي كارتر من خلال وزارة الخارجية. بدأت أمريكا عام 79 بإقامة شيء اسمه دول راعية للإرهاب، من ضمنها سوريا. وسوريا كانت من أول الدول التي نسبت إلى هذه القائمة، إلى جوار العراق، ليبيا، واليمن الجنوبي. بعدين شطبت اليمن الجنوبي مع حالة الاتحاد مع اليمن الشمالي زمن علي عبد الله صالح. وبالتالي بقيت سوريا محافظة على مكانها كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى دول أخرى ستضم إلى هذه القائمة. الآن هناك عوائق للتعامل الاقتصادي مع دولة راعية للإرهاب، يعني رفعت العقوبات من ناحية، لكن البنوك والمصارف الاستثمارات لا تحبذ الذهاب إلى دولة مصنفة على لوائح الإرهاب. قد تزال في نهاية العام. هناك وعد أمريكي فيما خص إزالة اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب. لكن مهما رفعت من عقوبات أمريكية موضوعة على سوريا، الناس ما عم تتلمس التغيير. وهناك مثلا بعض الناس على السوشيال ميديا يقولوا رجعونا لزمن قانون قيصر. يعني مع هذا التضخم اللي صار رفعت العقوبات، ما عم نشوف لا استثمارات، لا حرية اقتصادية. هناك تدخل من قبل جماعات تتبع للسلطة في الحياة الاقتصادية. هناك الكثير من المخاوف عند السكان. هناك هوة واسعة بين الدخل والأسعار. وكان في حكي بدمشق خلال مظاهرة بعض النشطاء من يومين، عم يحكوا إنه الفقر سياسي، يعني هو ناجم عن سياسات معينة. إذن الموضوع لم يعد مرتبط داخليا بالعقوبات بقدر ما مرتبط بسياسة الدولة، بغياب الشفافية. أقرب مقربي السلطة يتحدثون اليوم عن أنه لا توجد شفافية في سوريا، وبالتالي لا يمكن الحديث عن واقع اقتصادي واضح المعالم. أنه معنا واقع اقتصادي يمكن نناقش فيه. ما عم نعرف الداخل إلى سوريا ولا حجم الإنفاق. ما عم نعرف شيء عن المشروعات، عن المنح التي تمنح، عن الأعطيات، عن التدخل الإقليمي في الاقتصاد السوري، خاصة في منطقة الساحل وسواها. وبالتالي الموضوع يتعدى العقوبات. لكن هل ستتم زيارة الرئيس الانتقالي إلى الولايات المتحدة؟ صار في حكي بهذا الاتجاه من قبل الصحفي المقرب من السلطة إبراهيم حميدي. هو صحفي معروف بمواقفه المؤيدة. أشاع خبر أنه هناك زيارة قادمة للشرع ليلتقي نظيره ترامب. وطبعا يعني ممكن يحدث هذا الشيء من أجل تتويج نهاية تامة للعقوبات المفروضة على سوريا، والقول بأن سوريا لم تعد دولة. هذا بحاجة إلى أمر، يعني هو بحاجة إلى بروسيس، إلى عملية قانونية داخل الولايات المتحدة من أجل إزالة اسم سوريا من لوائح الإرهاب. يعني لا يكفي الأمر التنفيذي، لا يكفي أن ترامب يصدر أمر سوريا لم تعد دولة راعية للإرهاب حتى تزال هذه السمة أو الصفة. أيضا هناك الكثير من المخاوف من أنه تغير أمريكا سلوكها في فترة لاحقة.
يعني ينتهي شهر العسل في زمن ما. نحن بنعرف أنه ببداية التسعين كان هناك شهر عسل أمريكي، وامتد حتى وفاة حافظ أسد وقدوم مادلين أولبرايت معزية بحافظ الأسد ومهنئة لبشار الأسد قبل أن يتسلم السلطة. وبالتالي الولايات المتحدة تعدل على مواقفها في كل فترة. نحن نتذكر عام 2019 يمكن حاول ترامب الاتصال، وهذا ممكن كثير من السوريين لا يعلم هذه المعلومة، إنه كان سيتصل ببشار الأسد، وكان بدهم بشار الأسد يتدخل بملف أوستن تايس الصحفي الأمريكي المعتقل، ومجد كملماس، وبعض المختفين الأمريكيين في سوريا. اعترضت الإدارة الأمريكية، البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي، الخارجية الأمريكية، أنه هذا سيسبب صدمة كبيرة لحلفائنا في المنطقة، كيف تتواصل مع بشار الأسد. الطريف في الموضوع أنه الحكومة السورية أو النظام السوري الأسبق طنش الموضوع ولم يردوا على رغبة ترامب بالتواصل مع سوريا. أيضا لاحظنا بفترة ترامب الأولى، زمن بشار الأسد وترامب الأول، كان في حكي دكتور عن أنه موافقين نرفع عقوبات قيصر مقابل تغيير النظام السوري لسلوكه. إذا كانت المسألة بالنسبة لترامب هي مسألة سلوك تجاه الخارج، يعني بمعنى آخر هي التحالفات. داخل هذا الجو ممكن نتطرق له أنا وزميلي سركيس فيما خص وجهة نظر أمريكا في الدور الوظيفي لهذه السلطة، فيما خص حزب الله والحشد الشعبي، الحرب على إيران، التموضع بالقرب من إسرائيل، إبرام اتفاقية سلام، الدور التركي في هذا الصدد. يعني كل هذه المواضيع ممكن نتركها بملف آخر، لكن حاليا أنا باعتقادي أنه إذا يعني استمرت السلطة السورية متصالحة مع واقع أنها اليوم تدور في الفلك الأمريكي، ستبقى العلاقة ودية إلى حد بعيد بين دمشق وواشنطن خلال فترة رئاسة ترامب. ماذا بعد ترامب؟ هذا سؤال كبير، يعني متروك للزمن، متروك للسياسات الأمريكية، ومتروك لتفاعل سوريا مع محيطها مرة ومع المجتمع الدولي مرة أخرى. نعم. زميل سركيس، يعني عنوان الندوة: هل تستمر العلاقات والدعم الأمريكي للشرع؟ طيب سؤال: هل هناك حقا دعم أمريكي للشرع؟ حكما دكتور، حكما في دعم أمريكي، ودعم أمريكي كثير كبير. ولكن هل هذا الدعم يرتقي إلى مستوى الحديث عن شراكة؟ يعني آه، الدعم، يعني خلينا نكون واضحين. أي دولة قد تدعم دولة أخرى، منظومة أخرى، نظام آخر، وقد تدعم أحزاب ضمن هذه الدولة. يعني وجود هذا الدعم لا يعني بأن هناك شراكة أو شراكة راسخة، حتى ممكن يكون هناك شراكة مؤقتة. هل يستمر هذا الدعم؟ أعتقد بأن أمريكا ما عندها خيار آخر. يعني ماذا إذا قلبنا هذه المعادلة وقلنا ماذا لو أن أمريكا لم تدعم النظام الموجود في سوريا اليوم؟ يعني ما هو البديل؟ ولكن باعتقادي السؤال الأهم: هل هذا الدعم هو في المستوى أو الشكل المطلوب أو المأمول به سوريا للوصول إلى بر الأمان؟ أعتقد بأن الجواب سيكون لا، والدليل على ذلك بأنه لم نرى حتى الآن خطوات جدية وعملية تؤدي إلى نتائج ملموسة. يعني أنا أتحدث عن نتائج ملموسة ليس فقط على مستوى اللقاءات والقمم وإلى آخره، لأن هذه إذا لم تتبع بخطوات فعلية على الأرض تبقى غير مجدية. ورأينا ذلك حتى في زمن بشار الأسد. يعني بشار الأسد بآخر عمره الرئاسي حضر قمم ونظر على العالم وحكى وتم استقباله. أنا بتذكر كتبت مقالة حتى لاستقباله بالسعودية على هذا الموكيت الموف، والطريقة اللي تم استقباله فيها وإلى آخره، ولكن لم تترجم بخطوات اقتصادية بالدرجة الأولى على أرض الواقع. دكتور، أنا باعتقادي نحن كسوريين اليوم يعني نتعرض إلى حملة تضليل كبيرة جدا. تكاد عملية البحث عن الحقيقة بحاجة إلى جهود جبارة، وليس كل السوريين لديهم الوقت أو القدرة أو الأدوات أو الاطلاع للوصول إلى الحقائق التي يعني حتى تطلب علينا أحيانا.
تم الحديث كثيرا. مثلا راح أعطيك أمثلة بسيطة لحتى العالم اللي عم تسمعنا تفهم وما يبين الموضوع مثل حدا عم بينظر ويحكي من فوق الأساطيح مثل ما بيقولوا. قبل ما بداية الحملة أو الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، كان الحديث السائد طبعا من أيام بشار الأسد وصولا للسلطة الحالية أنه في نفطني وقسد والإدارة الذاتية عم بيسرقوا هذا النفط، ومجرد ما تتحرر المناطق يا لطيف شو راح يشوف السوريين، يعني بحر من النفط. اليوم صار لنا تقريبا يمكن 6 أشهر على انتقال سيطرة هذه المنطقة لحكومة دمشق، وحتى الآن لم نسمع حتى بمشروع تأهيل. يعني انسى أنه ما في نفط، انسى أنه لسه التقارير عم تحكي عن النفط الإيراني اللي عم تجي ببواخر روسية والدعم الروسي وإلى آخره. وانتبه، نفط مش نفط خليجي، يعني مش نفط دول خليجية تدعم سوريا. حتى الآن روسيا هي اللي يعني نفس السلسلة، والنفط العراقي هلا آه، كمان عم بيجي مثل السابق. فهذا هي كانت حملة تضليل. اليوم مثلا آه، هي الحملة طبعا مشتركة فيها واشنطن هي الأخرى وكثير من العواصم. اليوم مثلا السفارة الأمريكية في دمشق تكتب بتنشر بوست تحكي فيه عن آه، يعني بمعنى أو بآخر بروباغندا عن أهمية وجود لاعب أمريكي في الدوري السلة السوري ووجود مدرب أمريكي، علما أنه ببداية الحرب أول سنتين من الحرب قبل ما تشتد الحرب كان في لاعبين أمريكان بالدوري السوري. يعني هذا منه شيء جديد يعني. وحتى أثناء الحرب لو أنه القانون الاحتراف مكمل، في لاعبين امريكان بياخذوا مخاطره وبيجوا بيلعبوا. ولكن هذا الشيء في محاوله من قبل السفاره الامريكيه لاظهاره انه هو يا لطيف نوع من الشراكه الكبيره. يعني ممكن بكره اذا فتح ستور ابل اللي هو نشاط تجاري بحت 100% كمان ينحكى عن الموضوع. انا هذا شايفه نوع من التضليل. بالمقابل تغيب المشاريع الجديه، تغيب المبادرات الجديه سواء من الامريكان او حتى الاوروبيين او حتى الدول الاقليميه المؤيده بشده للشرع وسلطته. لحتى الان ما بنعرف، نحن ما في اعلان واضح وصريح ليش في سفراء غير معينين، ليش في جواز سفر السابق هو المعتمد. يعني عم بحكي على مستوى امور سياديه. ليش أحيانا بيتم الحديث عن عدم إمكانية تعديل بعض القوانين والبروتوكولات المعمولة مع الدول الأخرى؟ هذه الحقائق غير موجودة. بالمقابل هناك الكثير من الحديث عن بحر من النفط والغاز الأذربيجاني اللي رح يخلي الكهرباء 24 على 24، وترامب تاور وملعب جولف ومشاريع يعني بالساحل، مشاريع سياحية وإلى آخره. فأعتقد بأنه النظر في فحوى وفي محتوى الدعم بين مزدوجتين هو الذي يحدد هل هذه العلاقة هي علاقة دائمة، هل هي علاقة شراكة متناظرة، أم أن الموضوع هو عبارة عن مرحلة وطرف يقوم بدور وظيفي ما، ومن ثم يتم البحث مجددا عن مصير سوريا والسلطة بشكل عام. نعم. زميل شورش، أنت تحدثت عن يعني البوست الذي كتبه الصحفي إبراهيم حميدي، وطبعا استند إلى مكالمة من ترامب لأحمد الشرع، وبنى على هذه المكالمة سيناريوهات اللاحقة، الخطوات الآتية التي ستدر على سوريا لبنا وعسلا. في المكالمة كان يمكن في حديث عن لبنان وحزب الله، ومطلوب من سوريا أن تتدخل لنزع سلاح حزب الله. يعني بمقاربة من عندك، ما هو الملف الأهم بالنسبة لأمريكا؟ ما الذي طلبه ترامب من الشرع؟ هلا بس قبل ما نروح لهالنقطة، حكى سركيس نقطة مهمة عن التسويق عبر بعض الألعاب الشعبية وكذا. السلة ليس لها شعبية في سوريا، مثل ما حاولت واشنطن في فترة احتلالها لأفغانستان إقامة ملاعب تزلج.
يعني شيء مثل الركمجة مقامة في بلد يعني لا توجد فيه طرق، وإغراق أفغانستان بالكثير من المشاريع الغرائبية. يعني شيء كتير إكزوتيك إنه تعمل بلد مثل أفغانستان مساحة للترفيه بشعب مفقر ولا يمتلك إمكانيات يعني الذهاب إلى السوق، يعني من الريف إلى السوق. فكثير من الكلام بهذا الاتجاه هو كلام مضلل تسويقي يطرب الأذن الغربية، مثل ما كان يحكى عن أكثر رجل أنيق في العالم هو حامد كارزاي. كان يجري الحديث اليوم عن أحمد الشرع أنه هو قوي ورجل إلى ما هنالك من صفات يطلقها ترامب عليه، وبالتالي هذا كلام تسويق نتفهم، وكلام مكاتب عامة. قيل عن بشار الأسد بأنه واحدة من هواياته هي التصوير. بالمناسبة خالد العظم الرئيس السوري الأسبق أو رئيس الوزراء كان معروف بحبه للتصوير، وبالتالي اختراع هوايات حتى للرؤساء واختراع أنماط حياة من خلال مكاتب علاقات وشركات تسويق هذا أمر مفهوم. وخاصة أنه قصة الباسكت اللي بدأت بسجن أبو غريب ثم انتقلت إلى اللعب في بهو البيت الأبيض، ثم في افتتاح ملعب الفيحاء بعد صيانته اللي هو موجود أصلا، شيء مثل سد جسر الرستن موجود أصلا لكن تمت صيانته والاحتفاء فيه كنوع من التسويق. هذا كلام نحطه جانبا ونرجع للسؤال المفتاحي. ما الذي تريد واشنطن من دمشق؟ أنا باعتقادي الكثير من كلام ترامب هو تبريري تسويف. التقى بزعيم كوريا الشمالية إذا بتتذكر في دورته الأولى، ولم تنتج لقاءاته أي شيء. لا رفع الحصار عن كوريا ولا عادت كوريا إلى الأسرة الدولية. وبالتالي الكثير من الكلام ترامب لا يمكن أخذه على محمل الجد. بتتذكر دكتور لما حكى أنه في اليوم التالي لوصولي للرئاسة سننهي فشل بايدن من خلال إبرام صفقة بين أوكرانيا وروسيا. ونحن هلا حاليا في السنة الأولى انتهت من عهد ترامب، ولم يجني الروس ولا الأوكران أي صفقات في هذا الاتجاه. وتحدث بأنه والتقى ببوتين أنه هو صديقي وإلى ما هنالك في هلسنكي أعتقد، وما نتج عنها شيء. وبالتالي الكثير من كلامه تسويقي على طريقة الشو، يعني هو شخصية شوي استعراضي. هاي الشخصية لا يمكن البناء على الكثير من كلماتها. في البداية تحدث عن إمكانية الذهاب إلى ضرب إيران من خلال الاعتماد على الرصيف الكردي داخل إيران أو الحضور الكردي. بعدين انسحب من الموضوع بطريقة دراماتيكية. بعدين تحدث عن أنه تمت سرقة الأسلحة، والبنتاغون قال للصحفيين أنه لم تسلم بندقية واحدة للكرد في إيران. أيضا ذهب باتجاه القول بأنه يمكن تشغيل السلطة في دمشق لعمل ما في لبنان، ضبط حزب الله وضبط الحشد الشعبي، وهذا كلام مبالغ فيه أنا باعتقادي. لا يمكن مضايقة حزب الله من خلال الجيش العربي السوري. الاعتبارات واضحة جدا، يعني إيران لن تسكت. إذا إيران قصفت تل أبيب كرمة لحزب الله البارحة، يعني عم نحكي عن امبارح، فكيف ستتصرف مع دمشق؟ الحشد الشعبي لن يسكت. شد العصب الطائفي والمذهبي في المنطقة سيزيد من حدة الاستقطاب، وبالتالي حتى الصفقات لن يستطيع ترامب الذهاب إليها في ظل وجود استقطاب مذهبي في المنطقة. زد على ذلك أنه الوضع في لبنان يعني لسنا في عام 1976 عندما صدر قرار بدخول سوريا بموافقة أمريكية عربية. دخول سوريا على خط المواجهة داخل لبنان هو أمر كارثي جدا يزيد الاستقطاب، وبالتالي ستظهر جماعات في سوريا أشد راديكالية وسيصبح الخطاب السياسي أكثر راديكالية. نضيف إلى ذلك أيضا سبب. تركيا لا تحبذ أن تدخل سوريا في مثل هذه المغامرة وتعين إسرائيل على حزب الله، وبالتالي هناك رغبة تركية في أن تبقى إيران على قدميها لأجل لا تصبح هي الهدف التالي. في الرؤية التركية، في الإعلام التركي، فيما يرشح عن المسؤولين الأتراك، القول بأن تركيا هي يعني الهدف التالي بعد إيران. وبالتالي كيف ستساعد إسرائيل على القضاء على إيران، وما بنسميها أذرع حلفاء إيران في المنطقة مثل حزب الله والحشد الشعبي، وفي نفس الوقت ستحمي نفسك من الحرب الإسرائيلية القادمة. إذن هناك نوع من المفارقة السياسية التي يطمح إليها ترامب. أيضا هناك أسباب أخرى. في اعتقاد ترامب أنه الذهاب إلى تسويق مثل هذه الفكرة سواء من خلاله أو من خلال توم براك، من خلال الضغط على أقدام
حزب الله في لبنان يمكن أن يحدث من خلال قرار مرتجل من أحمد الشرع، وهذا غير ممكن. الحروب بحاجة إلى عتاد، إلى أموال، إلى وضع اقتصادي راسخ، إلى الذهاب إلى معركة محددة في الزمان والمكان، لا أن تكون مفتوحة، إلى تدريبات وقدرات عسكرية، إلى طيران ومقدرات لوجستية. ونحن نعلم مقدرات الجيش السوري ضعيفة للغاية، لا يستطيع أن يعبر الحدود باتجاه الضفة الأخرى. أما إذا كان المقصود الضفة الأخرى من الحدود يعني باتجاه لبنان، أما إذا كان المقصود هو الاعتماد على شد العصب الطائفي في المنطقة من خلال الاعتماد على السنة في طرابلس وفي الرمادي، فهذا يعني يؤدي إلى حرب إنهاك لسلطة الشرع التي ما فتئت أمريكا أن طوبته رئيس على سوريا رغما عن السوريين، برضا أو رغما عن السوريين تم تطويبه رئيسا. فكيف ستحرك الكرسي من تحت أقدامه؟ أعتقد بأن الموضوع لن يتجاوز المجال الدعائي، البعد الدعائي الموجود عند ترامب، ثم سيلغي الفكرة. وأكيد لن يتهم دمشق بأنها سرقة أسلحة أمريكية مثل ما اتهم الكرد في إيران. وهي الدعاية إجت اليوم في كلام مهم بمعاريف الإسرائيلية عم ينحكى أنه جي ديفانس سرب خطة تسليح البيشمركة في إيران، وبالتالي تورطت تركيا لأنه سربها إلى الأتراك. وبالتالي هناك رغبة لدى الكثير من الأمريكيين برعاية المصالح التركية في هذه الفترة وعدم خلط الأوراق. يعني بمعنى من المعاني، إذا ذهب الشرع باتجاه مغامرة إقليمية فتركيا لن توافق على هذا الشيء، وبالتالي سيحدث نوع من الإرباك داخل سوريا، وهذا سيضر فكرة الاستقرار النسبي الموجود في سوريا وفي المنطقة. نعم. زميل سركيس، إذا كان لك تعليق. طبعا أنا قرأت تفصيلة أنه المطلوب من الشرع هو يعني الدخول إلى لبنان للبحث عن الأنفاق. هناك أسلحة موجودة ومخزنة في الأنفاق، يعني الحصول عليها أو منع حزب الله من الاستفادة منها. لكن ما يعني ما بعرف إلى أي مدى هذه التفصيلة صحيحة. بس في يعني نقطة ملفتة أنه ترامب يتصل بالشرع للخوض في الموضوع اللبناني، أنه نهجم على حزب الله. أنت بالنظر إلى ما يحدث في المنطقة، هجوم على إيران وهجوم إيراني على إسرائيل، يعني هذه القضية ربما تكون قضية جزئية غير مهمة. ألا ترى أن هناك يمكن يعني أمور أكثر وأهم تحدث بها ترامب مع شرع؟ يعني مطلوب من الشرع ومن سوريا ربما يعني الدخول في ملفات أكبر من ملف حزب الله في لبنان. عفوا، أنا ما بوافق الرأي دكتور لناحية ملفات أكبر، لأنه باعتقادي حتى هذا الملف هو كبير على سوريا بالشكل الحالي. ب آه، مثل ما قال قبل شوي زميلي شورش، انه بال 91 لما اعطي الضوء الاخضر لحافظ الاسد لدخول الى لبنان، وبطريقه او باخرى تم تسليم الملف اللبناني لسوريا. يعني طبعا مش لسوريا وحدها، شكلت معادله كلنا بنعرفها، السين سين سوريا سعوديه. آه، بهذيك الايام سوريا بالتسعينات تختلف تماما عن سوريا اليوم من ناحيه سواء هي وضع الدولة أو لناحية التفاهمات، التحالفات، التوازنات الإقليمية وغيرها. الملف اللبناني، لبنان على صغره كبلد ولكن هو له تعقيدات كثير كبيرة. وبالدرجة الأولى نعرف أنه في على الأقل 3 دول إقليمية بشكل أساسي، والآن انضافت لهم تركيا أيضا، مهتمين بهذا الملف اللي هم السعودية وإسرائيل وإيران، وكل دولة لها حساباتها طبعا بهذا الاهتمام. هلا الدخول السوري مثلا ما فينا نحكي عن معادلة سين سين، لأنه ما بتوقع اليوم السلطة في السعودية رح يعني تنظر إلى السلطة السورية كشريك في مشروع إقليمي وإلى آخره. أنا باعتقادي هذا التسريب الذي تحدث عنه ترامب، أو يعني تحدث عنه الإعلام القريب من ترامب، تم تسريبه، هو نوع يعني هو أداة من أدوات التفاوض مع إيران.
هو أداة من أدوات الضغط، إنه يعني عم بيقول لهم للإيرانية إنه ما تفكروا القصة انتهت، وإذا حزب الله لسه مستمر فأنا في عندي ورقة لسه ما لعبتها عدا الورقة الإسرائيلية اللي هي ورقة السماح للشرع بالدخول إلى لبنان. ولكن آه، ما بعرف إذا من حيث يدري ولا لا يدري، هو عمليا يشرعن أكثر خطاب حزب الله في أو مبرر حزب الله للتمسك بسلاحه في الداخل اللبناني. يعني اليوم كذا حدا شفت أنا بالسوشيال ميديا من مؤيدي حزب الله طلعوا قالوا شفتوا، ما نحن قلنا لكم انه ما لازم نسلم سلاحنا لانه عندنا خطر اسرائيلي وعندنا خطر ثاني خطر بالنسبه لهم هو خطر ايديولوجي سلفي والى اخره. ملفات اكبر لسوريا، يعني خلينا نكون واقعيين دكتور، وهذا ما لا انتقاص ولا انتقاد، هو فقط توصيف للواقع. كل من يتحدث عن سوريا اليوم بالنسبة للأمريكي بقصد، يعني ترامب أي شيء بيحكي عن سوريا دايما بيقول لهم إنه أردوغان، وأنا أردوغان طلب مني وأنا أعطيته، وبطلب من ولي العهد السعودي أنا عملت. يعني سوريا اليوم تسأل من تركيا بالدرجة الأولى ومن السعودية بدرجة أقل. ما حدا لسه ما سمعنا نحن من أرض من ترامب حكى انه ناقشت هذا الملف واتفقت مع الرئيس الشرع بانه نمشي واحد اثنين ثلاثة والى اخره. دائما الحديث هو اردوغان. اردوغان طلب وقال له يا ترامب، حسب قال له الشيء اللي كنت عم تحاول على عبر مئات السنين صار حققته حتى حققت. حتى عندما كان في السعودية مع الأمير محمد بن سلمان، يعني رفع العقوبات عن سوريا ووعد بذلك. تحدث عن أردوغان أنه أردوغان طلب منه ذلك. 100%. وبالتالي اذا كان هناك خطة لادخال سوريا الى لبنان العراق، يعني فترة لانه انحكى عن الحشد الشعبي كمان اذا بتتذكر، فهذا الشيء لازم يكون بالتنسيق مع تركيا، بالإضافة إلى الدول الإقليمية الأخرى طبعا. يعني هون دور السعودية أيضا مهم. هل تركيا والسعودية الآن بيقبلوا أنه يكون في صدام طائفي؟ لأنه هذا الصدام طائفي بالنهاية، شو بدك بالعناوين، نزع سلاح ولا إقامة ديمقراطية؟ والصراع بتوصيفه هو جهة سلفية تقاتل جهة شيعية أيضا سلفية بالنهاية، يعني إيديولوجية على الأقل، ما نقول سلفية. إيديولوجيتين عم بيتصارعوا مع بعض، عم بيتقاتلوا مع بعض. فهل هي الدول هي معنية بهيك صراع؟ أعتقد وفق المشهد الحالي ماني شايف كثير في هيك احتمال. أكيد الأكيد أنه تركيا ترغب في نوع من الثقل، الوزن، التأثير على حزب الله في لبنان، لحتى أيضا تستخدم هذه الورقة للتفاوض أو الضغط على واشنطن وإسرائيل. ولكن موضوع حزب الله بيختلف، يعني مو بهالسهولة، رغم أنه نحن شفنا إشارات من حزب الله. يعني حزب الله أعطى إشارات أنه نحن ترى، يعني أنا بتذكر آه، بلقاء لأحد نواب حزب الله والمسؤولين بالحزب، قال انه ما عندنا مشكله يستخدمونا يستغلونا كورقه السوريين. يعني طبعا هي الرساله كانت لتركيا وليس لسوريا. آه وبشكل عام ايران وهذا المحور مرنين بهاي القصه. يعني بتتذكر انت مثلا بعز الصدام المسلح في سوريا بين حزب الله وحماس، كانوا متفقين آه، خارج سوريا أو بما يخص موضوع الصراع الإسرائيلي. فهناك إشارات، والأخ الشرع وإلى آخره في صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله أيضا نشرت عن الموساد، نشاط الموساد في الساحل السوري، وهذا كان أيضا هيك نوع من الإطراء أو التقرب من دمشق، انه ترى نحن هي التحركات
العلويين في هذا الساحل معتبرين أنه هو اختراقات للموساد وإلى آخره. ولكن طبعا يعني في النهاية في حقيقة واضحة أنه حتى إذا الشرع وأنقرة إذا أرادوا أنه يكون في مثل هالتقارب هذا، في الموقف الغربي الأمريكي بالدرجة الأولى الإسرائيلي آه، هي مقررة محددة لهذا النوع من العلاقة، بالإضافة إلى أيضا التوازنات الداخلية. يعني ما ننسى أنه آه، فئة واسعة من العمود الفقري لقاعدة المؤيدة للشرع، هذه الفئة تكفر حزب الله وهذا التيار كله. وبالتالي راح يكون صعب جدا الحديث آه، حديث عن مواجهة أو حديث عن شراكة مع حزب الله. فباعتقادي هو فقط كان نوع ورقة من أوراق التفاوض والضغط على طهران، ليس أكثر. نعم. يعني القضية لها بعد إقليمي، ليست محصورة بسوريا أو بالعلاقة الأمريكية السورية. نعم. أعتقد ذلك لأنه نحن دائما يعني لما بنحكي بهذا الملف أحيانا يعني بننسى إسرائيل وبننسى التأثير الإسرائيلي في هذا الملف دكتور. يعني هلا نقرا بالمقالات ترامب سب نتنياهو، نتنياهو غضب من ترامب والى اخره، بس هذا الحكي كله للاستهلاك الاعلامي. يعني التنسيق اكثر من شراكه استراتيجيه. يعني في وحده حال بما يخص ملف المنطقه، واساسا امريكا ترى هذه المنطقه بعيون اسرائيليه. صحيح. يعني هذه نقطة مهمة جدا زميل سركيس، لأنه عادة ترامب أيضا يتكلم عن أردوغان، وأنه أردوغان استلم سوريا، ويصف أحمد الشرع بالرجل القوي والرياضي وإلى آخره. هناك يعني حتى وإن كان بشكل غير مباشر تغطية أو تعمية على الدور الإسرائيلي المهم والحاسم في سوريا. زميل شورش، من هذه النقطة يعني كان أيضا يعني هناك حديث أنه دمشق حتى وأن تجاوبت مع أمريكا وترامب، لكن في الملف الإسرائيلي العلاقة مع إسرائيل لديها شروط، وتفعيل اتفاقية فض الاشتباك، وطلب من إسرائيل أن ترجع إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر. يعني هل هذا صحيح؟ هل دمشق فعلا متمسكة بهذه النقاط؟ وهل هي بالتالي قادرة على فرض إرادتها إن كانت صادقة؟ يعني بدنا نفصل شيء من الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة. هي الحرب عنوانها نتنياهو وكذلك اليمين الإسرائيلي بأنها آخر حروب إسرائيل، وبالتالي يجب أن ترضخ المنطقة لمنطق وجود إسرائيل كدولة إلى جوار دول المنطقة، تدخل في شراكات اقتصادية، تكون لإسرائيل أدوار مهمة في الخليج وفي المنطقة. هلا وجود نظام ذو بنية يعني جاي من متن قاعدي، من تنظيم القاعدة، متحالف مع تركيا. داخل تركيا هناك خطاب القدس، وخطاب يعني يشبه إلى حد بعيد خطابات إيران، لكن بلهجة مخففة لا توجد فيها تعبيرات يعني راديكالية مثل تعبيرات إيران تجاه أمريكا وإسرائيل. لكن مع ذلك كيف يمكن تسمين حكم في سوريا لا يزال يرى يعني يرى في مسألة العمل الجهادي أو الإسلام السياسي أو إلى ما هنالك، يرى فيها المساحة الأثيرة اللي يشتغل فيها. يعني تحويل تصير المجتمع السوري إلى مجتمع، فلنفترض يعني هذا افتراض، تصيره بعد مرحلة التمكين إلى مجتمع مقاوم في مواجهة إسرائيل، بعد أن تتمكن سوريا من تزويد ترسانتها بالكثير من الأسلحة ربما القادمة من دول إقليمية، ربما من دول خارجية. بعد ذلك ما الذي ستعمد إليه؟ ما ننسى أنه أحد شعارات أحمد الشرع عندما كان رئيس لجبهة النصرة كان يضع قبة الصخرة خلفه وليس الجامع الأموي. كان يتحدث دائما عن القدس بأن هذه الروحية لن نصل فقط إلى دمشق بل إلى القدس. هذا الكلام لا يمكن أن يمر مرور الكرام مهما تم تغليفه بكلام براغماتي. يعني إسرائيل لديها مخاوف تتحدث عنها بشكل مباشر،
لا تطمئن نهائيا للحكم الموجود في دمشق، لا يمكن العودة إلى خطوط 8 ديسمبر. ونحن حكينا المرة الماضية عندما شنت عملية سهم الباشان الإسرائيلية لضرب جميع نقاط وتسليح الجيش السوري الأسبق، جيش بشار الأسد. كان ذلك لأجل بتعبير أحد الضباط الإسرائيليين ليبدأوا من البنادق، بمعنى ابدأوا من الصفر. كجيش سوري ابدأوا من البنادق، لا يعني كان عندكم شوية هليكوبترات وبعض الأسلحة وبعض الصواريخ البالستية، انتهى هذا الزمن، ابدأوا من البنادق لنشوف وين حتوصلوا. كان هذا الكلام تعبير عن رغبة إسرائيلية في حماية الحدود الشمالية، ليس حزب الله فقط، إنما الحدود المتاخمة لسوريا. في أفكار واعدة طرحت في باريس مع رون ديرمر، مع كوشنير وتوم براك، فيما خص التعاون الأمني والصحي والزراعي. اللقاء اللي كان في 6 يناير مو؟ في 6 يناير الماضي. زميل شورش، لا تنسى النقطة. أنت برأيك يعني هذا اللقاء شو كان محتواه؟ كان باراك حاضر وإلى أين وصل؟ يعني طبق أم يعني جمد؟ لأنه ما رأينا خطوات مهمة فيما يتعلق يعني بالعلاقات بين إسرائيل ودمشق بحسب هذا اللقاء. يعني رأينا هجوما على الشيخ مقصود والإشرافية، ومن ثم هجوم على شمال شرق سوريا. أكثر من ذلك خطوات ملموسة وواضحة لم نرى. ما يعني النتائج اللي سمعناها يعني كانت غريبة شوي على الآذان. لماذا تتدخل؟ يعني يبرموا اتفاقية اقتصادية واتفاقية طاقة واتفاقية صحية واتفاقية أمنية مع دمشق، تنشرها الصحف الإسرائيلية ويعني لا تتحدث عنها دمشق. تركيا ما دورها في تلك المفاوضات؟ أين كانت تقف؟ ما الذي جرى تطبيقه؟ إلى الآن لم يجري تطبيق أي نقطة من ذلك. هناك دراسات وبعض الأوراق، ونحن بنعرف المنطقة تعج في خطط الكوريدورات التي تسمح لنقل الطاقة. وإسرائيل أبرمت اتفاقية طاقة وتضع يدها على الجنوب السوري بصورة أو بأخرى، سواء في السويدة من خلال نفوذها على الشيخ الهجري، أو من خلال المناطق التي توسعها شيء فشيء، وسياسة الأشبار أو الأمتار التي تتبعها حكومة نتنياهو لزيادة منطقتها العازلة. هل انسحبت؟ هل تم عقد لقاءات لاحقة بعد لقاء ديرمر الشيباني؟ لم يجري أي لقاء أيضا. الإسرائيليين منتبهين الآن إلى الحرب مع إيران، يعني تفضيلاتهم لا تذهب باتجاه إبرام صفقات مع دمشق، لأن درجة العلاقة بين دمشق وتركيا تتجاوز حدود العلاقة بين دمشق ودول الخليج. واحدة من الأفكار الواعدة التي طرحتها أمريكا كان أنه يمكن الذهاب باتجاه عقد اتفاق ضم السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية رفقة سوريا. يعني أنا أزلت العقوبات كرمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأجل أن يجلب معه إلى طاولة التوقيع أو إلى قاعة توقيع الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية دمشق. وبدا في المشهد أنه دمشق مستعدة، لكن تركيا كان عندها وجهة نظر أخرى. الحرب على إيران أفرزت آليات أخرى، وبالتالي تم تعطيل هذا المشروع. هل هناك لقاءات اليوم وتنسيق أمني بين دمشق وإسرائيل؟ يعني نتابع الصحف الإسرائيلية، لا يوجد كلام في هذا الاتجاه. البارحة في الاتصال الذي يعني انحكى عنه كثير، اتصال ترامب بالشرع، ولا أعلم، ممكن ما يكون في اتصال، هذا ترامب يعني يمكن يفترض شكل من أشكال الاتصال، ما بعرف. بس الأكيد أو الغالب على الظن في الاتصال تم طرح فكرة، هي أنه التنسيق يجب أن يكون أمني. لم يتحدث بشكل مباشر عن دخول قوات سوريا لأجل إعانة إسرائيل، لأجل سحب هذه الورقة من يد نتنياهو. نحن بنعرف أنه الصورة في سوريا تقرأ في ضوء الحرب على إيران، يعني لا تقرأ بمعزل أو وكأن سوريا جزيرة مستقلة بذاتها. ضمن الشروط التي تطرحها اليوم إيران، دكتور طارق، بيطرحوا فكرة حزب الله. وبالتالي الكلام اللي موجود اليوم هو إعادة تنشيط وحدة الساحات. يعني ترامب كان ذاهب إلى مشروع إنهاء النووي في إيران وتغيير سلوك النظام الإيراني، فجأة لقى حاله بموضوع هرمز، إطلاق أو الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج. اليوم تضاف قصة حزب الله.
وممكن بكرة المفاوض الإيراني يطرح أمور أخرى. في النقطة الأخيرة الخاصة بحزب الله، رأى ترامب أن المشكلة تكمن في نتنياهو الذي لا ينصاع لفكرة الذهاب باتجاه التهدئة في لبنان، وبالتالي إفساح المجال لترامب لتوقيع اتفاقية أو صفقة مع الجانب الإيراني، وبالتالي من يعرقل الاتفاق هو نتنياهو. هذا ما يراه ترامب. وبالتالي اكتشف، ونحن بنعرف أنه لدى ترامب دائما قبعة مثل قبعة الحاوي يخرج منها أمر غريب. هالمرة أخرج تدخل سوري في لبنان من أجل أن يقول لنتنياهو خذ استراحة، سندخل السوريين إلى هذه الحرب. يعني تبدو فكرة واعدة لكن غير قابلة للتصريف مثل ما حكيناها قبل شوي. هذا يعني أنه التشبيك بين دمشق وتل أبيب هو محض خيالات يطلقها توم براك في هذه الأثناء. هناك عوائق كبيرة للتعاون بين تل أبيب ودمشق غير العوائق الإيديولوجية. منلاحظ نحن في سوريا اليوم هناك تأييد خفي لإيران عندما تقوم بقصف تل أبيب. هناك تراجع في الخطاب الذي بدأ بعد 6 يناير بعد الاتفاق، وعندما توجهوا إلى الشيخ مقصود وغيرها صاروا يحكوا عن أنه سيواجهون الحشد الشعبي، وأنه لا أحد يوقف هذه الماكينة الإسلامية السنية في سوريا سواء في لبنان أو في. تراجع هذا الخطاب مرة لأنه اكتشفت دمشق قوة الجانب الإيراني وإمكانيات الإيذاء لخصومها الإقليميين، ومرة لأنها اكتشفت بأن إيران خطابها الإيديولوجي متسق مع ما تقوله. كان في الزمانات بينحكى دائما أنه إيران تزعم بأنها تعادي إسرائيل من أجل أهداف إمبريالية. تبدى أنه الصلح مع إسرائيل هو الطريق السهل أمام إيران لكنها لا توقع عليه، وتذهب اتجاه التصدي لإسرائيل وشن غارات وضرب وقصف إسرائيل. هذا أيضا اكتشفه وسط داخل سوريا يشعر بنوع من الطمأنينة لقدرة إيران على إيذاء إسرائيل. وربما هناك أوساط في سوريا ترى في نفسها إيران المستقبلية، أنه يمكن أن نبدأ مثل ما بدأت إيران. صحيح أنه نحن براغماتيين ونخبئ خطابنا ونقول ما لا نضمر، لكن في لحظة ما ممكن أن نتحول إلى إيران صغرى من خلال التصدي لإسرائيل ورفع لافتات. إذا فكرة الذهاب باتجاه التشبيك الأمني والاقتصادي بين تل أبيب ودمشق هي فكرة من بنات أفكار توم براك الذي يحاول بيع هذه السلعة المسماة السلطة السورية، المتبناة تركيا المتبناة خليجيا لأكثر من مشتري كالاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. وأنا باعتقادي هذا الموضوع دكتور، يعني موضوع السلام السوري الإسرائيلي لا يمكن أن يحدث سلام بين طرفين غير موجود اعتدال بيناتهم. بنعرف أن السلام يبنيه المعتدلين. صحيح أحيانا يباشر فيه الأطراف الأشد راديكالية لكن يبنيه المعتدلين. رابين، ياسر عرفات، السادات مناحم بيغن. أنت بحاجة دائما إلى أحد المعتدلين لتذهب إلى التفاوض، على الأقل لإبرام ورقة حتى لو ما اشتغلت عليها. لكن في وجود حكومة نتنياهو ووجود أحمد الشرع في السلطة، هذا يعني يجعل من أي اتفاقية سلام آه، يعني أقرب إلى ضحك على لحى. يعني لا يمكن أن يمر إلا إذا تغيرت الأحوال في تل أبيب وتغيرت الأحوال داخل سوريا. نعم. زميل سركيس، العامل التركي، يعني هناك رأي يقول بأنه تركيا تمنع دمشق من الهجوم على حزب الله، من مصلحتها حماية حزب الله، لأنه حزب الله موجود في المحور الإيراني، والمحور الإيراني الآن يقاتل إسرائيل. ومثل ما أشار الزميل شورش، تركيا مهووسة بقضية أنه الدور جاي عليها بس تخلص إسرائيل من إيران. ما مدى سيطرة تركيا على النظام في دمشق وضبط هذا النظام من جهة عدم الاحتكاك بالميليشيات التابعة للمحور الإيراني؟ دكتور، أنا باعتقادي الملف هو أشمل من هيك، أكبر من هيك. يعني الفكرة ما بتنحصر فقط بموضوع الاشتباك هنا أو عدم الاشتباك هناك. الفكرة ببساطة مثل ما قال شوي زميلي شورش، موضوع انه انت مثل ما انحكى عن انضمام السعودية للاتفاقات الإبراهيمية. كان في، وانا قبل ايام كتبت على الفيسبوك
عن تقرير تركي يتحدث عن انضمام تركيا للاتفاقات الإبراهيمية مقابل غض الطرف عن ما يحدث في الداخل التركي، والأهم هو موضوع الدعم المالي. يعني الحكومة التركية الآن عندها مشكلة كثير كبيرة بالاقتراض من الصناديق السيادية الدولية. يعني هي لا تستطيع آه، الحصول على أموال حتى بفوائد عالية، نعم. لأنه الموضوع المخاطر. زميل سركيس، يعني بس يعني تفصيلة صغيرة. هل أثرت العملية الأخيرة ضد حزب الشعب الجمهوري في الاقتصاد التركي؟ تضخم، خسائر مالية وبورصة إلى آخره. طبعا طبعا طبعا. يعني نحن نتحدث عن مثلا اليوم اللي طلع القرار، قرار المحكمة، تم في الساعة الأولى بيع 6 مليار دولار للحفاظ على موضوع قيمة الليرة وإلى آخره. والكل يعرف بأن هذه الحملات يعني هي حملات سياسية بيد القضاء، وبالتالي هذا يخفف من ثقة المستثمر بتركيا. ويمكن على فكرة لازم نعمل شي حلقة عن الاقتصاد التركي بشكل خاص، لأنه دائما في خلط. يعني تركيا والإعلام الموالي لتركيا طبعا يعني هو شاطر كثير بموضوع الحديث عن أرقام نمو وإلى آخره، ولكن الجوهر مختلف تماما. فهذا أثر. و يعني أنا أحد الأصدقاء الصحفيين الأتراك الذي كان برفقة وزير الخزانة والمالية التركي إلى لندن يوم اللي طلع القرار، كان حاكم البنك المركزي ووزير المالية كانوا بلندن وباجتماع لحتى يقنعوا الجهات المانحة بالاستثمار ومنح القروض لتركيا أيضا. قال لي إنه كنا بالطالب ما لنا عارفانين شو فيها وشو عم بيصير. بلشت المساجات تجي على موبايلات الرؤساء التنفيذيين لهدول الجهات، ونحن عم نحكي عن صناديق يعني ميزانياتها بميزانيات دول دكتور. يعني مثل انه رجل اعمال معه مليار مليارين، يعني قصه اكبر من هيك. فقال لي صار كل حدا يحط الموبايل بجيبه ويطلع من الصاله من القاعه بدون ما يسمع شو عم بينحكى. بمعنى انه انتم جايين تقنعونا وقامت القيامه عنكم، يعني هلا وقت هذا الحكي بهالمعنى. فلذلك موضوع، اذا بنرجع للملف السوري، موضوع انه سوريا يعني ستوقع على الاتفاقيات الإبراهيمية كتمهيد لانضمام السعودية أم تركيا؟ هذا السؤال كثير مهم. مين الجهة أو الدولة المخولة بأن تقدم هذا الاتفاق أو توقيع دمشق على هذا الاتفاق كخطوة كمبادرة مقابل الحصول على ضمانات؟ يعني أنا أعتقد بأنه تركيا أصلا ما رح تعطي مجال للسعودية لحتى تفكر بهيك موضوع. يعني يعني إذا تسحب السعودية هذه الورقة من تركيا، لن تقبل بذلك. لن تقبل، لن تقبل ولن تستطيع للأمانة. يعني لن تستطيع السعودية سحب هذه الورقة من تركيا. ليس لأنه الشرع بده ولا ما بده، الموضوع ما رغبات. يعني الموضوع هو موازين قوى وتأثير ونفوذ على الأرض. يعني النفوذ التركي على الأرض يهدد الشرع أيضا إذا مشي ضد هذا التيار. فإذا كان هناك من أحد سيفاوض الأمريكي على موضوع انضمام سوريا إلى الاتفاقات الإبراهيمية هو التركي وليس السعودي. وبالتالي الموضوع يعني الحديث عن أنه هل ممكن استغلال الشرع كورقة كأداة للضغط على إيران من خلال الصدام مع حزب الله، جوابه عند التركي بالدرجة الأولى. ما لازم ننسى أنه في النهاية القرار الأمريكي هو الأكمل وهو الأعم. ولكن إذا قلنا أنه الأمريكي بيشوف المنطقة، بيقرأ المنطقة بعيون إسرائيلية ويرغب بتسليم إدارة المنطقة إلى تركيا وليس إسرائيل،
يعني توم باراك بحديثه، على فكرة تصريحات توم باراك بمؤتمر أنطاليا مهمة جدا برأيي. توم باراك عندما تحدث عن موضوع ال- عدم نجاح الديمقراطية في هذه المنطقة، وأن تركيا يعني أفضل لها أن يكون لديها زعيم وإلى آخره، هذا ومن ثم لاحقا تعيين إعادة توم باراك إلى منصبه وإضافة العراق إلى مهامه كممثل للرئيس ترامب، هذا يؤكد ما كنا نقوله في هذا البرنامج وفي هذه المنصة بشكل دائم، بأن أمريكا ترى سوريا والعراق جزء من ساحة النفوذ التركي، وبالتالي هي تريد أن تقوم تركيا بمهام إعادة ترتيب الوضع في سوريا، وأيضا إعادة ترتيب الوضع في العراق. يعني بمعنى، تعرف أنت اليوم في ضغط على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الحشد الشعبي. تم نزع سلاح الحشد الشعبي السوري أو حزب الله السوري من خلال إقصاء الأسد والمجيء بالشرع. في العراق هذا السيناريو مستبعد أو صعب جدا تحقيقه، يعني يكاد يكون مستحيلا. وبالتالي نفس الفكرة ولكن بأداة تنفيذ مختلفة. وأعتقد بأنه الهدف الأمريكي النهائي أو الخطة الأمريكية في بال ترامب على الأقل هو أنه منشيل العراق من الحضن الإيراني اللي نحن حطينا العراق فيه. الأمريكان من اللي سلموا العراق لإيران في النهاية، ومسلم الدولة لتركيا، وتركيا هي قادرة. وبرأيي أيضا مهم جدا في هذا السياق الزيارة التي قام بها والي كركوك إلى تركيا ولقائه مع أردوغان والمسؤول مع حكام فيدان والمسؤولين الأتراك، ويعني هذا كله ضمن نفس ذات السياق. الآن أريد فقط العودة إلى بداية سؤالك بموضوع أنه المخاوف التركية من إسرائيل. أنا أعتقد بأن هذه المخاوف مبالغ فيها بشكل متعمد، لأنه في النهاية مثل هذا الصدام العسكري، طبعا الصدام والكباش السياسي سيستمر، لأنه هذا جزء من السياسة الداخلية للبلدين. يعني أردوغان يتغذى على هذا الصراع ونتنياهو يتغذى على هذا الصراع، ولكن الصراع العسكري مستبعد جدا، لأنه في النهاية يعني لا إسرائيل فيها تضرب تركيا بدون ما يكون في ضوء أخضر أمريكي، والأكثر من هيك بدون ما يكون في دعم لوجستي أمريكي، ولا تركيا قادرة تقوم بأي خطوة ضد إسرائيل بدون دعم لوجستي وموافقة أمريكية. وأمريكا ليش راح يكون عندها رغبة بأنه يتصادموا أهم حليفين لها في المنطقة؟ فأنا أعتقد بأنه هذا جزء من الخطاب السياسي الداخلي بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية هو القدس قضية ربيعة دكتور طارق، الكل استغل هذه الورقة. يعني القوميين حكوا عن القدس. يعني أعطيك فقط مثال كثير صغير وهو أشبه بالنكتة. يعني وزير الداخلية التركي قبل يومين كتب منشور أنه هو بمعنى يعني يدعو الله بأنه يكون والي على القدس ولو ليوم واحد فقط، بأنه مثل ما حرروا حلب ودمشق وقرباخ في أذربيجان سيحررون القدس أيضا بالنسبة لتركيا. هلا حلب ودمشق نتنياهو طلع وقال نحن اللي حررنا، بمعنى يعني نحن اللي آه، كان لنا الفضل والدور الأكبر لسقوط الأسد، وكرباخ طلع عليه وشكر إسرائيل على دعمه. فهذا الخطاب كسيب بياع بالمنطقة، أنه القدس عبد الناصر عمل كل شيء عمله وراح تصادم مع كل دول المنطقة، والمخابرات عبد الناصر اشتغلت بكل دول المنطقة باسم القدس. الإخوان المسلمين عملوا اللي عملوه بالمنطقة باسم القدس، إيران وسوريا باسم القدس. وبالتالي أعتقد بأنه هذا الخلاف هو سياسي أكثر ما يكون. يعني أنا ما بحمل صراحة هذا الخطاب، ما بحمله بعد استراتيجي، يعني بمعنى أنه راح يكون في تعديلات وتغييرات بالتحالفات الإقليمية بناء على التهديدات.
نعم. زميل شورش، زميل سركيس قدم قراءة جديدة ولوحة جديدة لا نشاهدها في الإعلام العربي، يعني تحليل جديد وعميق قد يقلب الطاولة على الجميع. يعني صار في توافق ما أو مصالحة ما، توزيع ما للنفوذ في المنطقة. يعني أنت ما رأيك في هذا السيناريو؟ هل هناك صراع قادم أم يعني توافق وصفقة كبيرة قادمة؟ هلا الواضح انه في ميل لدى توم براك بنقل الوصاية الإيرانية على سوريا بشار الأسد والعراق، نقل الوصاية إلى تركيا، يعني نوع من الوصاية. هذا واضح من خلال تشبيك المسمى التشبيك الاقتصادي، مرة من خلال طريق التنمية اللي اسمه القناة جافة في العراق، ومرة في سوريا من خلال مشاريع مرور خطوط الطاقة، وبالتالي جعل الوصاية التركية على سوريا. بتفق مع صديقي سركيس، في كتير كلام مبالغ فيه عن أنه هرمجدون ستقوم بين تركيا وإسرائيل يوما ما، أنه الحرب النهائية ستقوم بين الطرفين، وبعضهم يضع تواريخ 2036، يعني بعد 10 أعوام من الحرب. لكن هل تركيا تستطيع أن تبتعد عن هذه البراغماتية، براغماتية الداخل، الخطاب الداخلي يركز على قضايا الدينية؟ ونحن بنعرف تراجعت أصوات العدالة والتنمية في المرة الماضية من أجل حرب غزة، كان لها تأثير مباشر، وصعود حزب السعادة وبعض الأطراف التي كان لها موقف واضح حتى بين الكرد نفسهم. يعني تم الذهاب باتجاه إقامة مظاهرات في ديار بكر من قبل موالين للسلطة التركية أو للحكومة التركية. هذا الكلام عن القدس، ويوازيه أيضا كلام اليوم كنت عم طالع إسرائيل هيوم عم ترد على الوزير التركي تصفه بالعثماني الجديد. يعني لدى الإسرائيليين أيضا نغمة مشابهة كبديل للقدس، أنه نرفض نحن العثمانية الجديدة. هذا الخطاب، خطاب اليمينين التركي والإسرائيلي، مفيد إلى درجة بعيدة، لكنه أيضا يزرع أجيال جديدة، يشكل يعني يشكل مدار الخطاب السياسي المستقبلي. هذا الكلام خطير أيضا، إذا بيتفق معي صديقي سركيس، هذا مؤثر على أجيال تركية مثل ما أثر على أجيال داخل سوريا، ومنعهم من الذهاب باتجاه التفاوض على طريقة السادات. إذا دائما النغمة الحكومية، خطاب عبد الناصر أثر على السادات إلى درجة أنه الناس خرجت في مظاهرات، إلى درجة أنه اغتيل من أجل الاتفاقية التي أبرمها، أو السلام الذي أبرمه مع إسرائيل، واستعادة الأراضي المصرية من خلال التفاوض. إذا دائما هناك خطاب إذا زرعته أنت صعب تقتلعه. هذا ستواجهه أجيال ما بعد أردوغان، يعني تركيا ما بعد أردوغان. يعني نحن نحكي عن عن عقد آخر أو عقدين، كيف سيتم نزع هذا الخطاب من أفواه الأتراك، وأيضا كيف سيتم تغيير أفكار اليمين داخل إسرائيل التي تلوح بوجود خطر عثماني مستقبلا. إذا كان هذا الكلام بياع صحيح ويفيد رؤوس السلطة في البلدين، لكنه سيلقي بظلاله على مجتمعات كاملة، على الخريطة السياسية في المنطقة. هذا أيضا واحدة من المخاوف. لكن أنه تبقى سوريا دولة وصاية مفتوحة لتركيا، هذا أيضا يجابه باعتراضات. ربما اليوم دول مجلس التعاون الخليجي ترى بأنه اللحظة غير مناسبة لمواجهة إسرائيل، عفوا تركيا داخل سوريا، لكن في لحظة ما سيكون لها وجهة نظر فيما يخص أمنها القومي. مثل ما كانت ترفض بشار الأسد لأنه يسبح في المياه الإيرانية، سيرفضون سوريا أيضا التي تسبح في المياه التركية، ليس إسرائيل فقط. وهون أنا بختم، يمكن وقتنا انتهى دكتور. زميل شورش درويش الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. جزيل الشكر. زميل سركيس قصارجيان الصحفي والمختص في الشؤون التركية، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور، شكرا للزميل شرش. تحية. نعم، كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، اللقاء في حلقة قادمة. تحياتي.